السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب المغربي ولائحة المنتخب الوطني المغربي لشهر أكتوبر. بطبيعة الحال لائحة في جوج مراكز، مركز حراسة المرمى ومركز خط الدفاع للمنتخب المغربي لشهر أكتوبر. عارفين أن اللائحة محتمل أنها تخرج يوم 3 أكتوبر. حنايا اليوم في 19 سبتمبر، إذا باقي حوالي 14 يوم وتخرج لائحة، 2 الأسابيع فقط وتخرج اللائحة ديال المنتخب الوطني المغربي. اللائحة اللي غتكون في مركزين، قلت غنسرد لكم في هذا الفيديو في مركزين: مركز حراسة المرمى ومركز خط الدفاع للمنتخب الوطني المغربي. بطبيعة الحال 3 حراس و8 مدافعين اللي ممكن يكونوا في هذه اللائحة أكتوبر الأسماء ديالهم، لأن في شهر أكتوبر عندنا 2 مقابلات مدينة وجدة كنعتقد أمام إفريقيا الوسطى. حنا غنستضيفوا إفريقيا الوسطى كنظن، وهي كذلك إفريقيا الوسطى غتستضيفنا في المغرب، إذا ما نرحلوش كذلك في شهر أكتوبر حتى شهر نوفمبر، وعندنا رحلة للغابون بطبيعة الحال. إذا المنتخب المغربي سيواجه قلت 2 المرات منتخب إفريقيا الوسطى في شهر أكتوبر، مقابلات اللي خصنا نفوزو بهم واخا ما عندهم أي أهمية، ولكن ضروري خصنا نفوزو بهم، لأن ما ننساوش أن حنا في تصفيات كأس العالم عملنا 3 انتصارات 9 نقاط، وتصفيات كأس أفريقيا عملنا 2 المقابلات 2 انتصارات 6 نقاط. إذا شيء رائع، شيء ممتاز صراحة. غنبداو اللائحة ديالنا بأنس الزنيتي حارس فريق الرجاء البيضاوي، اللي شحال هادي ما لعب مع المنتخب الأول. كنظن الركراكي ما عمرو عيط له المنتخب بطبيعة الحال الأول، هادشي بدون جدال أو نقاش. أنس الزنيتي حارس فريق الرجاء البيضاوي اللي هو من الحراس الجيدين، واخا في دولة كنظن غانا عمل ديك الخطأ الفادح، ماشي مشكل. الرجاء تعادل 2-2 ونتيجة إيجابية بطبيعة الحال. كنعتقد من فريق الرجاء نتيجة جد إيجابية لفريق الرجاء، واخا التعادل ديالها ب2-2، ولكن تعادل جد إيجابي بطبيعة الحال. شيء رائع وشيء ممتاز صراحة. إذا شيء كبير وشيء جميل صراحة. أنس الزنيتي أنهم تعادلوا ب2-2. مشيو عند ياسين بونو حارس فريق الهلال السعودي. حنا كنعرفوا فريق الهلال السعودي فريق كبير صراحة، فريق مميز فريق الهلال السعودي بطبيعة الحال، من الفرق الرائعة صراحة في القارة الآسيوية. فريق الهلال السعودي وانضم وياسين بونو راه الموسم رقم 2 الآن مع فريق الهلال السعودي، الموسم رقم 2. ياسين بونو كيبقى من الحراس الجيدين والكبار ديال المنتخب الوطني المغربي، حارس جيد صراحة، ومن الحراس العالميين. ياسين بونو كيبقى حارس جيد وحارس كبير صراحة ديال المنتخب الوطني المغربي، والحارس رقم 1 في المنتخب المغربي. مشيو عند المنير المحمدي حارس فريق نهضة بركان، اللي في 2 مقابلات كريشتي بطبيعة الحال ما دخلوش الشباك ديالو أهداف، لا مع الرجاء فازوا بإصابة لصفر مع الرجاء البيضاوي، ولا لقاء في البنين اللي فازوا ب2-0. إذا ما دخلوش الشباك ديالو ولو هدف محمدي حتى الآن. وكنظن غدا لاعبين هما مع الفريق البنيني، ونتيجة مريحة أنه فازوا بالذهاب ب2-0. مبقى لهمش بزاف بطبيعة الحال أنهم يفوزوا بالإياب ويتأهلوا يصرفوا المقابلة بطبيعة الحال كما بغاو. المهم أنهم يفوزوا وصافي، ضروري خصهم يفوزوا للفريق، واخا التعادل الهزيمة 1-0 كتكفيهم المرور إلى الدور المجموعات بطبيعة الحال، وننظر بإمكانية بعد مواجهة تأهل المجموعات إن شاء الله. مشيو عند اللاعب عبد الكبير عبقر المركز خط الدفاع لاعب ألابيس. إلا مشينا نهض الحراس غنجبروا أنس الزنيتي ما شاركش، غنجبروا ياسين بون شارك معنا في كأس العالم كأس أفريقيا، لا محمدي شارك معنا في كأس العالم كأس أفريقيا، عبقر شارك معنا في كأس أفريقيا وكنظن ما لعب حتى دقيقة في كأس إفريقيا. من اللاعبين الجيدين صراحة اللاعب عبد الكبير عبقر اللي عنده 25 سنة، ومن العناصر الجيدة صراحة. لا جدال ولا نقاش أن عبد الكبير عبقر كيبقى من العناصر اللي مهم أنه يكون معنا في المجموعة ديالنا في المنتخب الوطني المغربي. لاعب رائع ولاعب جيد صراحة، من اللاعبين الكبار ديال المنتخب الوطني المغربي، من العناصر الرائعة صراحة اللي ممكن يكون في المنتخب. ما بعد الآن ما باقي ما قدمش شي حاجة كبيرة. مشيو نايف أكرد لاعب نادي الريال سوسيداد الإسباني، كذلك شارك معنا في كأس العالم كأس أفريقيا، كنظن في كأس العالم في ربع النهائي توقفت المسيرة ديالو بسبب الإصابة للأسف. لاعب نايف أكرد كيبقى من الأسماء الجيدة والكبيرة صراحة
المنتخب الوطني المغربي من اللاعبين الجيدين لا جدال ولا نقاش في ذلك. أن نايف أكرد كيبقى من الأسماء الرائعة داخل المنتخب الوطني المغربي، من العناصر المهمة داخل النخبة الوطنية بدون أي نقطة شك بطبيعة الحال. نايف أكرد هو من العناصر المهمة اللي عندنا في المنتخب المغربي، وكنحسبو أنا أفضل مدافع في المنتخب المغربي. مشيو عند اللاعب يونس عبد الحميد اللي شارك معنا في كأس إفريقيا، لاعب نادي سان تيتيان الفرنسي، اللي كيبقى من الأسماء اللي جيدة صراحة. يونس عبد الحميد لاعب نادي سان تيتيان الفرنسي اللي شارك معنا في كأس إفريقيا وعنده 36 سنة، من 9 أيام غيكمل 37 سنة. إذا كيبقى من العناصر الرائعة اللي ممكن تكون في المنتخب الوطني المغربي، لاعب اللي شارك معنا في كأس إفريقيا، ومن اللاعبين الجيدين لا جدال ولا نقاش في ذلك. اللاعب يونس عبد الحميد كيبقى من الأسماء اللي ممتاز أنه يكون معنا في المنتخب الوطني المغربي. لاعب اللي صراحة من اللاعبين البارزين اللي ممكن يكون معنا. مشيو عند جواد الياميق اللي شارك معنا في كأس العالم. يونس عبد الحميد شارك معنا في كأس إفريقيا، أما جواد الياميق شارك معنا في كأس العالم. بطبيعة الحال كتعتبر من العناصر المهمة اللي كان عندنا في كأس العالم، من اللاعبين الرائع صراحة. كان ورقة رابحة صراحة في المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم. لاعب جواد الياميق كيبقى من الأسماء الجيدة صراحة داخل المنتخب الوطني المغربي، لاعب جيد صراحة، من العناصر المهمة داخل النخبة الوطنية بدون أي نقطة شك صراحة. اللاعب جواد اليامير كيبقى من الأسماء اللي جيدة صراحة داخل المجموعة ديال المنتخب الوطني المغربي. جواد اليامير كنساليو لاحق في مركز حراسة المرمى، في مركز قلب الدفاع. مشيو لمركز الظهير أيمن ناصر مزراوي لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اللي كيبقى من العناصر اللي شارك معنا بطبيعة الحال في كأس العالم في كأس إفريقيا. لاعب رائع صراحة المزراوي، والذهاب ديالو مانشستر يونايتد تصاب ولكن رجع بسرعة. شارك مع مانشستر يونايتد في لقاء كان ظن يوم الثلاثاء، فازوا ب7-0 عادي جدا، ما تأثرش إذا بالإصابة أو لا شي حاجة. إذا المزراوي كيبقى من العناصر الرائعة صراحة داخل المنتخب الوطني المغربي، من اللاعبين الجيدين لا جدال ولا نقاش في ذلك، من العناصر الممتازة داخل المنتخب الوطني المغربي. اللاعب ناصر المزراوي كيبقى من الأسماء اللي جيد أنه يكون معنا صراحة داخل المجموعة ديال المنتخب الوطني المغربي، من العناصر المهمة. غنمشيو عند أشرف حكيمي لاعب نادي باريس سان جيرمان اللي شارك معنا في كأس العالم كأس إفريقيا في الألعاب الأولمبية. مزراوي شارك معنا في كأس العالم كأس إفريقيا. إذا هاد الثنائي هادو كيبقاو ثنائي جميل جدا. أشرف حكيمي كيبقى من الأسماء الرائعة صراحة داخل النخبة الوطنية، لا شك في ذلك ولا جدال ولا نقاش أن أشرف حكيمي كيبقى من الأسماء الرائعة والرنانة ديال النخبة الوطنية، لا شك في ذلك ولا جدال أن أشرف حكيمي كيبقى لاعب كبير صراحة، لاعب اللي من أحسن اللاعبين في المنتخب الوطني المغربي، من اللاعبين الرائعين صراحة داخل المجموعة ديال المنتخب الوطني المغربي. الآن نمشيو للأظهرة ديال اليسار بطبيعة الحال. يحيى عطية الله لاعب الأهلي المصري، صراحة الذهاب ديالو الأهلي المصري يكون خطوة إلى الأمام، خطوة جيدة صراحة، خطوة جميلة جدا صراحة. يحيى عطية الله اللي هو من الأسماء الجيدة صراحة داخل المنتخب، لا شك ولا جدال في ذلك ولا نقاش أن يحيى عطية الله كيبقى لاعب اللي شارك معنا في كأس العالم كأس إفريقيا، من اللاعبين الجيدين بطبيعة الحال، لا نقاش في ذلك أن يحيى عطية الله من اللاعبين الجيدين ديال المنتخب الوطني المغربي، لاعب كبير صراحة بإمكانيات اللي كبيرة، لا نقاش ولا جدال في ذلك. يحيى عطية الله اللي كيبقى من الأسماء الرائعة صراحة داخل المنتخب الوطني المغربي، لاعب جيد. غنمشيو عند آدم أزناو 18 سنة، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، كيبقى من العناصر الجيدة صراحة داخل المنتخب الوطني المغربي. آدم أزناو لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني كيبقى لاعب جيد صراحة بدون جدال أو نقاش. لاعب آدم أزناو اللي عنده 18 سنة فقط، لاعب الجيدين صراحة. لاعب آدم أزناو من العناصر الرائعة داخل المنتخب الوطني المغربي، العناصر اللي جيد أنه يكون معنا داخل المجموعة ديال
ديال المنتخب الوطني المغربي آدم أزناو، بطبيعة الحال لاعب صغير، لاعب اللي عنده ما يقول صراحة وبدون جدال أو نقاش أن آدم أزناو من اللاعبين الجيدين صراحة، اللي شفنا في لقاء ليسوتو صراحة عمل مستوى مزيان، والركراك عطاه الفرصة الكاملة خلاه يكمل اللقاء. هادشي اللي كاين. شكرا لكم وإلى اللقاء وإلى فيديوهات مقبلة.